عايزين نركز يا زمالك بكره، لان بكره هو ماتش الدوري. ماتش لو انت كسبته خلاص خدت الدوري. ماتش من اهم الماتشات في الموسم كله. كسبته هتفرق عن بيراميدز والاهلي ب5 بونت، وهم عندهم ماتش بعدها مع بعض. اللي يوقع التاني فيهم يقع، لو الاثنين وقعوا يبقى خير وبركه، ويبقى احنا خدنا الدوري الرسمي. فان شاء الله ان شاء الله الزمالك بكره يكسب بيراميدز، وانا متوقع ان هي تبقى نتيجه كبيره، والزمالك يكسب 3-0 بكره. نتكلم عن الماتش ونتكلم عن التشكيله. انا نفسي نبدا بتشكيله مكونه من مهدي سليمان طبعا، عمر جابر يمين، محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد بن دفاع، محمود بنتاي. هيبقى في نص بقى محمد شحاته، قدامه اثنين. انا عايزها تبقى كده، قدامه 2 فتوح وعبد الله السعيد، او مش عبد الله كمان، ادم كايد. وهقول لك ليه دلوقتي. طبعا على اليمين عدي، قدام ناصر وانبزيرة. تمام؟ ده يبقى الشكل اللي هننزل بيه، مش الشكل اللي احنا هنلعب بيه في الماتش. الشكل اللي احنا هنلعب بيه في الماتش ايه؟ ده بالنسبه لي كل ده. طبعا انت بقى زي ما هم نص ملعبك كده. محمد شحاته اهو جنبه عبد الله، محمد شحاته 6، عبد الله 8 بالنسبه لنا. فتوح ناحيه بنتايج، وعندك خوان بزيرة هنا او قدامهم. يعني هو هنا على اليمين او قدامه، بيطلع قدامه، بيرحل من اليمين لقدامه. باليمين في الحاله الدفاعيه، في الحاله الهجوميه هيبقوا 3 قدامهم خوان بزيرة، قدامه قلبين الهجوم عدي وناصر. ده اللي نفسي فيه. طب انا نفسي في مين مكان عبد الله في اول الماتش؟ لان بالنسبه لي اللي هيحكم الماتش ده هو نص الملعب. اهميه نص الملعب دي كبيره قوي في الماتش ده، خصوصا ان في واحد هناك كان بيلعب عندك، انت عارف انت كويس، اللي هو ناصر ماهر. هو عامل ازاي في الماتشات دي؟ فانا هعوز عبد الله السعيد ما يبداش الماتش، اللي يبدا مكانه مين؟ ادم كايد. ادم كايد هيبدا لو هو في حالته 100%. ادم كايد هيديك ماتش وكان عبد الله السعيد في الملعب، ويمكن احسن كمان. عبد الله السعيد نستخدمه امتى؟ في بدايه الشوط الثاني او في الدقيقه 60. يديك شوط او نص ساعه ملخص لافضل حاجه عند عبد الله السعيد. لمسه، انت عارف اللمسه من عبد الله بجون، تسديده بجون. احنا طبعا كنادي الزمالك حاليا ما بنضغطش او ما بنبنيش من تحت، ودي اهم حاجه بقى. ما بتبنيش من تحت. فبكره بالله عليك يا حسام عبد المجيد بالذات ما تحاولش تبني من تحت وتلعب لي البساط البينيه والحاجات دي، لان بيراميدز في الضغط مرعبين، ضغطهم عالي قوي من كل حته في الملعب، وهيضغطوا عليك من خطك الاول من الدفاع. هم ضاغطين من قدام على طول. طالما احنا بنلعب على الكره الطويله ومنزل عندك قلبين هجوم، فحسام عبد المجيد لو سمحت احنا مش عايزين الكرات البينيه واللي بين المهاجمين والحاجات دي. احنا طالما قدام عندنا ناصر وعدي، بنلعب على الطاوله الناصر، وعدي بيسند كمان في الحاجات الهوائيه وفي الارضيه. انت عارف عدي ما شاء الله عليه. فاحنا نلعب لعبنا العادي، وما نحاولش نعمل حاجه جديده علينا السنه دي، ان احنا نبدا لعب من تحت، ان احنا نصنع ونعمل بتاع من تحت. احنا ماسكين اصل نص ملعبنا مش هيبقى اقوى من نص ملعبنا. نص ملعبنا اكيد اقوى مننا بكتير. نحاول نركز على نقط قوتنا ونقط ضعفنا، نحاول نقلل منها ونزود لعيبتنا في نص الملعب. ده اهم حاجه بالنسبه لي علشان نطلع من الماتش ده وان شاء الله كسبانين. لو نفذنا صح هنطلع كسبانين. واهم حاجه بالنسبه لي برضو اللي احنا نحاول نستغل خوان بزيرة صح. ما ترموهوليش على الطرف وتقول له دافع لي. انا عايز خوان بزيرة يبقى تحت المهاجمين، يعني جوه الماتش ساعه حاله الهجوم بتاعتنا، عايز الواد ده يبقى جوه الملعب في النص كده تحت المهاجمين. الواد ده هيطلع منه باصات وترقصات عالميه، هيفك لك اي ضغط، يعدي من 1 و2 بسهوله، وبتشوفها دايما. يا جدعان الماتش ده هو اهم حاجه لينا السنه دي، ماتش الدوري. ماتش لو كسبته انت خدت الدوري بنسبه كبيره قوي. ان شاء الله هنكسبه. وانا متوقع ان هي نتيجه بس نمشي صح. متوقع ان هي 3-0 هنا بس نمشي صح، نلعب لعبنا ما نقلفش، واللاعيبه ما تكونش خايفه. يا ابني انت هو احنا الزمالك، انت الزمالك اللي قدامك هو اللي خايف مش العكس. فوق، انت ما بتلعبش الاهلي. لو بتلعب الاهلي هقول لك ماشي احترمه، الاحترام واجب ما بين الفرق الكبيره وبعضها، انما انت بتلعب بيراميدز. ايه بيراميدز في الكوره عشان انت تخاف منه او تبقى عامل له حساب زياده عن اللزوم؟ فان شاء الله بعون الله الزمالك بكره هيكسب، الزمالك بكره هيقرب قوي من الدوري. وان شاء الله بكره بعد الماتش هيبقى في حلقه هنتكلم فيها عن الماتش واحنا فرحانين وكسبانين، وبيراميدز خسرانه وانت بتفرق ب5 نقط. وان شاء الله في الحلقه الجايه هنقول ان الدوري بعون الله بنسبه 90% زملكاوي، وكمان بعدها الكونفدراليه زملكاويه بعون الله.